بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. احنا دلوقتي يومنا النهارده عندنا عزومه لناس غاليه على قلوبنا، حبايبنا. فمعاكم هوريكم بقى هعمل ايه النهارده. ان الوقت الساعه 7:30 الصبح، وكانت الكهرباء قطعه. فالوقت هوريكم هعمل ايه. ده انا جايبه اللحمه. انا ما جهزتش حاجه على فكره من امبارح، يعني على بيات ما جهزتش. كل حاجه عملتها في نفس اليوم، عشان كده قمت بدري. معايا لحمه اهو، هحط عليها التوابل بتاعتها: بصل وفلفل وفلفل اخضر وفلفل اسمر. التوابل اللي انت بتحبها، جوز الطيب، كل اللي انت بتحبيه حطيه، مستيكي اللي انت بتحبيه حطيه. اهو معاكم اهو. طماطمايه، كل حاجه دي بتعمل تيست حلو للشرب. وهغلي معاكم لبن. هعمل باللبن ده كذا حاجه. استنوا هتشوفوا. فلو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتعملوا لي متابعة، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هسيب اللحمة بقى تتلوح براحتها كده، تسخن في بعضها كده وتتظبط. وهوريكم بقى هنعمل ايه الوقت. ما شاء الله، بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادي اللحمة لوحناه. هنحط عليها المية بقى وتاخد وتدي بقى براحتها كده. ما بحبش الاكل النار عالية عليه، مش عارفة، لا سبحان الله. كل ما الاكل يكون النار عليه هادية، هو كده عالية بتستوي، واطية بتستوي، بس هو ما الطعم بقى، الطعم ما بحبش اللهوج. ادم معاكم، انا حطيت المية اهو، وههد عليها بقى، احنا لسه بدري. واقوم ايه اشوف اعمل ايه بعد كده. انا كنت لوحدي، فايديا كانت في كذا حاجة. ف يعني في حاجات ممكن ما تتصورش، يعني ما تجيش كمان في الفيديو. ده الوقت اللبن سخن اهو. هنشوف بقى نعمل ايه الوقت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا معاكم جزر، بصلتين، فلفل اخضر، ده قرن شطيطه، بدي تتبيل اي تتبيلات بحط فيها قرن شطيطه، ده طعم حلو. والفلفل الرومي الكبير حطيت برضك حته اهو. وده البصل وجزر، فلفل، ليمونه معصوره. التوابل بقى انا ما بحبش كمون وكزبره وحاجات كتير كده بتضيع طعم المشويات. يعني في مشويات بتعوز التوابل دي نوع توابل، وفي مشويات لا. انا ما حطيتش على الفراخ الا فلفل اسمر وجوز الطيب، ورق لوري، فلفل اسمر، ورق لوري، جوز الطيب، مستكه، حاجات كده ايه، عشان الفراخ يبقى طعمها باين. كاتشب، مايونيز، لا مايونيز لا، مسترد. مسترد. مايونيز لا. وحبة خل، حبة زيت، علبة زبادي. كل الحاجات دي بتدي طعم حلو للفراخ المشوية. ده الكهرباء قد قطع فتحملوني يعني. وفي كيس كده جبته، لقيته في المحل، تتبيلة فراخ مشوية، ما شاء الله كانت عسل. والله العظيم الفراخ دي ما قعدت الصينية عاملة ضيق مني، مشغلة إضاءة تانية، الكهرباء كانت قطعة. ادي انا فرمت الحاجة اهي في بعضها. احط عليها مستردة وخل وزيت، آه واحط عليها كاتشب. كل الحاجة دي ما شاء الله بتودي الفراخ في مكان تاني. ومعلقة سكر اهي، كيس التتبيلة بتاعت الفراخ اهي، البهارات. كده انا كنت بشكل في حد بس مش عارفة. اه بشكل في اسلام، افتكرت. ما شاء الله الفراخ دي كانت عسل. حبة زيت، حبة مستردة.
حبة جنزبيل برضو، حتى ما كانش عندي بعت جبت كيس لسه بحاله قدامكم اهو. معلقتين خل والملح، وقلبي قلبي قلبي قلبي، واقوم حاطه على الفراخ بقى، تديكي طعم والله العظيم احلى فراخ. متهيألي اعملها بالحلاوه دي. احط علبه زبادي بتطر الفراخ وبتخليها طعمها حلو. مم. اللهم صل على النبي، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش بالله عليكم تعملوا له لايك وت... وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ادي علبه الزبادي اهي. انا ما قطعتش الفراخ، انا سبت الفرخه كامله، بس ايه شرحتها كده ايه عشان التوابل ايه تخش فيها تبقى طعمها حلو، تبان فيها يعني اهي. انا وديت المعلقه فين؟ حاسه انني لا، مظبوط مظبوط. ما شاء الله. اللهم صل وسلم. تبليها كده وتظبطيها اكنها متبله بقبلها بيوم، والله العظيم يعني انا عاملاها في ساعتها، وما شاء الله حاططها في الفرن على الساعه 11 عشان ايه تاخد سويها براحتها كده ما شاء الله. تقولي هي متبله على بياه. جربوا التتبيله دي وهتعجبكم. ما شاء الله. اللهم صل وسلم. انا عملتش الا فرختين بس لان ايه في لحوم تانية هتشوفوا الوقت ان شاء الله. العيل كانوا بنكفوني قاعدين ورايا، ربنا يهديكم. ما شاء الله. انا رحت فين؟ رحت فين يا شوشو؟ احط عليها بقى ورق زبدة بس ما تشمع شوية في الفرن، واقوم مسلفينها واقوم سايباها بقى ايه على الهادي كده تستوي براحتها. انا رحت فين؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لك الحمد والشكر يا رب. ادي كده انا بغلي لبن، غليت اللبن وطفيت عليه من ساعتها. بحط اللبن اهو للجلاش، هعمله حلويات وبغلي ميه للمكرونه واسلقها. انا بدأت بالحاجات اللي هتتحط في الفرن الاول، عمال ما اخلص براحتي كده تكون ايه. اقوم بقى اطبخ، يعني المحشي بيتحشى فوق الوقت. حماتي ربنا يديها الصحه يا رب، بتعمله لي فوق وهي قاعده. انا كده كنت عندنا ما شاء الله الاطفال اولى ابتدائي، كل ما اجي ادوق الاكل لحد يقول لي ما تجيبنيش في الكاميرا، انت لسه صغير ما تجيبنيش في الكاميرا، انا صغير لا. فانا كنت بدوقه والحمد لله جه. والله انا كنت بعمل بظروفها بس الحمد لله الاكل طلع مظبوط. ادي النشا، حطش عليها الا السكر، وما بكترش السكر اللي بتحط في الحلقة في الكنافة ولا الجلاش، عشان هحط كيس فانيليا اهو، عشان في لسه هترش العسل عليها فهتديها هتسكر قوي اهو.
شاء الله. انا رحت فين؟ انا بسيبكم واروح فين؟ من دختي ولفي، لكن انا لوحدي كانش حد ينزل لي لسه، سلفتي ما كانتش نزلت. ف ال... فكنت بنسى الكاميرا مفتوحة، معلش استحملوني يعني. اخيرا ظهرتي. احط النشا اهو. ببقى اتقلها شوية عشان تبقى مظبوطة، في ما تبقاش زي الصيصة كده في قلب الحاجة، ما تغليش، تبقى ماسكة وحلو. كتر لها يعني ازودي معلقتين نشا شوية كده. انا بعصج معاكم اللحمة اهو. احط بصل افرمه في الكبة، واحط فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، وتاني يا ربي، بصل وفلفل، والتوابل بقى، وتعصجوا اللحمة اهو. انا محطة المكرونة اهو. تشويحتين ونحط اللحم. قلبي 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 كده. في بصل وفلفل ما تفرمش لسه، هنكمله على الكمية الباقية. ادي اللحمة. ادي اللحمة حطيناها اهي. حط التوابل بقى اللي انت بتحبيها. حط فلفل اسمر، جوز الطيب، حطي ورق لوري، حطي قرفة لو عايزة، حطي مستكة، حطي والملح يعني التوابل اللي انت بتحبها حطيها يعني. كل بيت وله نظام. معاكم اهو. كده المكرونة كانت اتسلقت، وبحط عليها معلقة صلصة عشان تطر اللحمة. اهو. قلبي 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 بقى لغاية ما تظبط معاكي، وما بتاخدش يعني بتاخدش كتير، مسافة بس بقى ايه، يتغير لونها وعسل أوي. كده بقى هنعمل معاكم البشاميل. انا جبت اكياس جاهزة واللبن كان بارد. هنعوز كمان كيسة وهنجيبه برضو. وحطينا حتة زبدة عليه برضو خلته جميل. وحطيت حبة جبنة موتزاريلا، جبنة مشكلة. حطي جبنة مثلثات اللي انت بتحبيه حطيه، بتديها تست عالي أوي للبشاميل، وبيبقى طعمه حلو وصيحة وجميل. مهم. أنا بحب الزبدة دي، ما يعني دي حياتي، معرفش أستغنى عنها في أي حاجة.
كده بدأ يتقل اهو، والمكرونة اتصفت. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا. كانت جامدة، ما كنتش عارفة انزل منها، كنت عيناها في الفريزر. عندك حتة قشطة حطيها، بتخليه عسل برضك. ما شاء الله، حبة ملح اهو. عايزة تحطي مرقة دجاج حطي، بس انا ما بحطش الحاجات دي على الاكل والله. ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده كانت الكهرباء جت اهي. هناخد بقى الشغل ده ونروح نقعد بقى على الترابيزة بتاعتي. هم. حط حبة بشاميل على المكرونة وقلبيهم، وحطي بقى في الأرضية برضك حبة. أحلى مكرونة، أحلى مكرونة بتاعتك يا شوشو والله. أهي. هنقعد نقول قلبي 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 قلبي، وأعمل معاكوا سمبوسة عن ما حد حوش. يلا حط حبة مكرونة. الحرباية سلفتي نزلت اهي، الحمد لله، الحمد لله بسلامتها. هي نرفزتني بحاجة، قمت انا رازعة المعلقة، كنت عايزة اقوم اضربها والله العظيم. نازلة لي الساعة 2 ونازلة تتأمر عليا كمان. مش انا غلطانة؟ كنت اقوم اتضايق الدنيا. يلا يلا، ما علينا ما علينا. حط اللحمة يا شوشو، يلا فوق اللي في ايدك. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله عليك يا شوشو، والله العظيم كانت عسل. ما شاء الله. مطرح ما تزرع تمري، لكل اللي كل منها. حط بقى البشاميل، ما بحبش اتخنها. كده البشاميل اهو. الحبة اللي فضلوا دول هنعملهم صينية صغيرة برضو. بحبها غرقانة بشاميل كده. اهو. مكة مبزازة. والصينية الصغيرة دي برضك فضل حبة المكرونة حطيناهم اهو. مكة بتنادى عليه. حط بقى، نسقي البشاميل الاخرى الصينية دي، يبقى كده احنا خلصنا من البشاميل. البشاميل. خلصت الاخرى اهي. والله من حلاوة البشاميل العيال بعد ما خلصت قعدوا ياكلوا فيه. الحبة اللي فضلوا في الحلة دول قعدوا كلهم بالمعلقة زي الحلويات.
كده احنا حطينا بحب احط عليها حتة زبدة كده، واحط على وشها جبن برضو، بس مش عارفة ما جاتش اللي بتاعت الجبن. كده بقى هعمل جلاش. احط انا بقى اهو رقات رقات، ظبطي بقى، واحط اللحمة وتمام تمام. والله يا شاطرة يا شوشو. بالله عليكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. معلش هو الفيديو طويل عليكم، بس عشان ابين لكم التفاصيل كلها. حط اللحمة بقى. وبقية الجلاش ده هنعمله مسكر. حط بقى حبة جبن، لحسي لحسي كده، حاجة عارت غالية. وان احنا نحط على وشها برضك والله. نعمل الرقة التانية. عجينة الجلاش دي كانت عسل جميلة. كده عملنا صينيتين معاكم اهو، هنقطعهم ونحط عليهم كوبايتين لبن. الطاولة ماشية اهي، سمعتوها. ما شاء الله.
اللبن اهو على زبدة. اسقي بقى، هيتشرب كل دي. حطها الصينية التانية الأخرى. يلا حط في الفرن. كده المكرونة طلعت اهو. اديكوا الرومي اهو على البوتاجاز. المكرونة طلعت وحطينا الجلاش، اللي هو الجلاش اللي بحقل باللحم. هنعمل السمبوسك معاكم اهو. انا حبيت الجبنة دي في الخلطة اللي انا عملتها دي. دي جبنة مشكلة وجبنة موتزاريلا وجبنة عبورلاند. عايزة تحطي طماطم، عايزة تحطي فلفل الوان، عايزة تحطي اي حاجة في السمبوسك، حط لحمة. بس انا بحبها الصراحة بجبنة، فاللحوم داخلة في حاجات كتير. فانا قلت اعمل دي بقى ايه، بجبنة، بجبن بس. بجبنة قريش برضو بتنفع، بس ما عنديش الصراحة ايه، فحطيت الجبنة اللي هي عبورلاند دي. هنحشي السمبوسك بقى. وطلبت من ايه تعمل لي حبة معلقتين دقيق في حبة مية لسه هجيبها. هيك كتر في دقيق عشان ما تفتحش منك. قوم عاملاها كده، اتلزقت بقى عمرها ما مفتوح. طريقتها سهلة ولا يوتا حاجة، بتاخدش حاجة. كده المحشي كان نزل، حطيت عليه حبة دقة، والديك الرومي كان استوى، وحاطة شربات للحلويات. هنسقي شوربة بقى. اللي احنا كده بعد العصر، كانت الساعة حوالي 4 إلا ربع، متهيألي حاجة زي كده. ده محشي كرنب ومحشي خس ومحشي سلق. للناس اللي ما تعرفش السلق، حاجة زي السبانخ كده بس ورقتها ايه، عريضة. دي الحلة التانية اهي، حطيناها على البوتاجاز اللي فوق، وخدنا دي حطيناها على البوتاجاز ده عشان البوتاجاز مش فاضي. الجلاش كان خرج من الفرن اهو. دي كان فاض ورق جلاش، قمت انا حاطه فيه ايه وعاملاه، قلت بقى لما اركنه. كده معلقتين زبدة ومعلقة كاتشب ومعلقة صلصة. وهن هنديك الرومي بقى نظبطه كده عشان ياخد لون حلو. حبة فلفل اسمر وحبة دقة، اه قلبهم في بعض كده، واقوم حاطة ايه دهنة الديك الرومي، هيديك لون حلو اهو. ده ديك رومي بلدي. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهو
هدخله الفرن بقى ياخد لون واشوف اللي بعد كده. هنعمل بقى الكفتة. كفتة برضك اتفرمت فوق، ما شوف ما عرفتش اوريها لكم. دي كيلو برغل، عليه كيلو لحمة، عليها بطين، عليه ايه تاني يا ربي. نكمل بعد ما الكفتة هنجيبها تاني. دي بنقل السمبوسك. ديت الكفتة الحمتي ايه تصبعها. دلوقتي بنعمل ايه. الصينية دي اتلسوعت مني. الحمد لله ان هي جت في الصينية دي خير. بس الصينية التانية حلوة. الحمد لله ان هما كانوا صينيتين. حمر السمبوسك. بالله عليكم اللي يشوف الفيديو يعمل لايك ويفعل الجرس. ما بتاخدش حاجة في التحمير ما شاء الله. رحت فين يا جوج؟ بجيب طبق بيه. تهيألي. اه شاطرة. كده بقى نشيل بقى ونحط غيره عشان اوريكم اللي بعد كده. ده انا طلعت شطورة. حمري 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 حمري. طلعي بقى. متاخدش تحمير حاجة. ده الجلاش كان طلع اهو. بس ايه شربات. شربات عشان يطلع تقيل معاكي. الكيلو السكر عليه 4 كوبايات مية. ادي الكفتة جات لي اهي بقى. الكفتة انا بنقل البرغل واحط عليه كيلو لحمة، وبحط عليه بطين، بس البطين بعد ما تتفرم يعني. وبحط بقى التوابل اللي انت بتحبيها، وربطة كزبرة وربطة بقدونس بس، وبصلة وفصين توم، وفرميها وهتاكلي احلى كفتة ببرغل. دي الطحينة بقى بحط عليها عشان تفك مية، واحط عليها علبة زبادي، احط عليها معلقتين طحينة ليمونة، بحط عليها حبة فلفل اسمر، حبة شطة. ده الزبادي اهو. احلى طحينة تاكلوها اهي. كل ما بتحط ما بتتقل. شطة. كم كزبرة. انا حطيت دقة. حط عليها خلي بقى. كده طلعت الكفتة. جربوا الكفتة دي وحياة ربنا هتدعولي. بس ادعولي وابعتولي كومنتات حلوة، قولولي كانت حلوة ولا لأ. الطحينة خلصت كده اهي. ما شاء الله. تمام. تبقى مكعب زبدة بس كبير شوية، وحبة زيت. نعمل بقى حبة رز بسمتي على مزاج كده. قطعي طماطماية سلطة، قطعي ابشري جزراية، وقطعي قرنين فلفل خضر، وقطعي بصلاية، شوحي البصل وحطي على الجزر والفلفل. ده الجلاش كان طلع اهو. هكمل لك الوقت حكاية الرز ده. بقطعه عشان اوريه لكم اهو. هو كان هدا شوية.
ما شاء الله. هي جت اهي. بتحمر لكم البصل بقى بتاع مش بتحمره قوي يعني، دبله كده. بتاع الرز البسمتي جربوه بالطريقة ده تدعولي. هذا الجزر بشرته والفلفل. عايزة تحطي مرقة دجاج وانت بتعملي كده حطي. بس احنا بنحبش مرقة الدجاج الصراحة، اني كنفسي يعني. حطوا الطماطم بقى. انا رحت بقى اجيب الكركم والزعفران والقرفة، الورق لوري وجوز الطيب ومستكة وليمون مجفف، ولا اللومي. متهيألي اسمه لومي، مش عارف، مش متأكد. يعني انا مش واخده عليه قوي مني، ما بستخدموش كتير الا في الرز بس. اهو قلبي 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 بقى، وحط الملح وسيبهم بقى ايه، يتخدعوا شويه مع بعض. التوابل كلها بتاعت الرز حطها مع الحاجه دي. ومزوده الشوربه بقى. كوبايه الرز البسمتي عليه كوبايتين ميه. ومعاك هتاكلوا احلى رز، والله العظيم بالطريقه دي تاكلوا احلى رز. كده غير اهو، احط الرز بقى كنت نقعاه يجي رباعية كده، وشطفته وسبته يتصفى وحطيته. مهم. هعمل بقى حبة ملوخية خرافة. حمري فصين توم وحط عليهم طماطماية. دي طريقة يعني معرفش، بس أني أوعى ألاقي أهلي كلهم. وما جيت واتجوزت حماتي كلهم برضك بيعملوا نفس الطريقة دي، فاحنا معرفش بقى ايه الناس كلها كده ولا لأ. ده الملوخية الناشفة هتشوفوها دلوقتي. نسيب التوم والطماطم يعملوا شوية، حطينا عليهم معلقة كمون كبيرة اهي، معلقة كزبرة كبيرة. اسف، اتلخبطت. كزبرة. حط عليهم شوربة كده، ما كانش على الفطار الا ربع ساعة اهي. دخلتها بالمصفى وحطيتها. ما شاء الله لونها جميل وتحفة. اهو لونها عسل اهو. كده انا كنت خلصت كل حاجة. كده الاكل غرفنا اهو بقى ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو اتمنى ان انتوا تعملوا له لايك، ومستنيه كومنتاتكم الحلوه. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا له احلى لايك. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وعود عليكم الايام بخير يا رب. مهم. احلى فراخ دي ولا لا؟ واديكوا الرومي ده، ايه رايكم؟